ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في مؤتمر نظمه الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين برعاية جمعية البركة. الأخ القائد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، الأخ القائد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، الأستاذ حسن توران رئيس لجنة الصداقة التركية الفلسطينية في البرلمان التركي، الدكتور همام سعيد رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، الأخ المهندس منير سعيد الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، السادة والسيدات الوزراء والنواب في البرلمان، الإخوة والأخوات رواد ورائدات العمل لفلسطين، الإخوة والأخوات رؤساء الهيئات والمؤسسات والأحزاب، كلهم باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مؤتمرنا 12 لائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين تحت عنوان رواد القدس يحملون سيفها. هذا السيف الذي رفعته القدس وفي ظهرها المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة العزة، هذا السيف الذي يرفعه اليوم رواد ورائدات الأمة المجتمعين هنا والمبثوثين في كل بقاع الأرض ينافحون عن قضيتنا الأولى وعن بوصلتنا الأولى قضية القدس وفلسطين. أهلا بكم في عقد على تأسيس هذا الصرح العظيم، صرح الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، هذه البذرة الطيبة التي غرست وأينعت وأثمرت، فكان اليوم ائتلافات تخصصية وائتلافات إقليمية تشتغل كل في مكانه وفي تخصصه وفي بيئته وفي جغرافيته من أجل قضية القدس وفلسطين. أهلا بكم في عقد على التأسيس حتى نضع حجر الأساس لطريق التحرير بإذن الله. أهلا وسهلا بكم جميعا من حيث ما جئتم، جزاكم الله خيرا، شرفتمونا في مؤتمرنا هذا الذي نعقد عليه آمالا كثيرة كي يكون في مخرجاته دعم مستمر ومتواصل ومباشر للصامدين هناك في أرض فلسطين، في كل أرض فلسطين. جزاكم الله خيرا، نرحب بكم جميعا ونستهل هذا المؤتمر على بركة الله، فبارك الله فيكم، هللتم أهلا ونزلتم سهلا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.